باخرة بأحدث طراز تحمل فندقا من فئة 5 نجوم يتضمن 2633 غرفة، كما تحتوي على 6 برك سباحة ومركز صحي ومنافذ للبيع والتسوق، فضلا عن خيارات متعددة للطعام تتمثل في 13 مطعما. اهتمامات دولة قطر بمونديال 2022 توسعت إلى حد كبير، ووصلت سفن عدة إلى ميناء الدوحة، أبرزها سفينة MSC World Europa تحمل أول فندق عائم من فئة 5 نجوم بمواصفات خرافية خاصة لمشجعي كأس العالم. ويضم الفندق 2633 كابينة ويتسع ل6700 راكب، بالإضافة إلى 6 برك سباحة و13 مطعما، حيث سيكون متاحا للإقامة طوال فترة كأس العالم في قطر. وقال المدير التنفيذي لإدارة السكن في اللجنة العليا للمشاريع والإرث أن الباخرة تعد أكبر باخرة في شركة MC يوروبا، والتي صنعت خصيصا لذلك الحدث. وأوضح الجابر أن الباخرة تعد إضافة لخيارات سكنية متنوعة من أجل إقامة جماهير المونديال طوال الأيام البطولة، مؤكدا جاهزية دولة قطر لاستضافة الحدث العالمي. وتضم السفينة الفندقية ممشى خارجيا بطول 104 أمتار، وتوفر أنشطة ترفيهية يومية من حفلات موسيقية وعروض مسرحية وتجارب مميزة في صالة بانوراما لاونج وعروض حية على متن السفينة. وتعد MSC World Europa أول سفينة في أسطول السفن MSC Cruises التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال، أحد أنظف أنواع الوقود في العالم، والذي من المنتظر أن يلعب دورا مهما في خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن عمليات الشحن البحري الدولي أو الوصول بها إلى الصفر، ويسهم بالفعل في إزالة انبعاثات ملوثات الهواء المحلي مثل أكسيد الكبريت، ويقلل من أكاسيد النيتروجين بنسبة تصل إلى 85%. وستغادر السفينة المنطقة في صيف عام 2023 متجهة صوب البحر المتوسط.